بيبدأ الفيلم بواحدة بتودي طفل عنده 10 سنين لدار أيتام اسمها مؤسسة عائلة شريف، وهناك مديرة الدار بتفتح لهم الباب وبتاخد الولد منها وبتقفل الباب في وشها، وبعد كده بتعامل الولد بطريقة سيئة جدا. وبعد ما الدكتور بيشوفه بتدخله الأوضة، وهناك بيقابل بيلور اللي بيطلب من الولد يهدى وما يخافش. وبعد كده باب الأوضة بيتفتح وبياخدوا بيلور اللي بيفضل يصرخ وبيطلب منهم يسيبوه، وبعدها بيتنقل لأوضة عمليات واللي بيكون ليها واجهة زجاجية، ووراها بيكون موجود صاحب الدار ومعاه راجل كبير في السن. وفي أوضة العمليات بيكون واضح إن الدكتور أول مرة يشوف الممرضة دي، وبيسألها إذا كانت جديدة هنا، فبتقول له أيوة. وفي نفس الوقت المشتري وصاحب الدار بيتناقشوا في الأعضاء اللي هياخدوها من بيلور، ووقتها المشتري بيقول لصاحب الدار أنت ما بتحسش بالذنب، فصاحب الدار بيقول له إنه كان بيحس بالذنب لكن الفلوس نسيته الإحساس ده. وهنا بيوجه الراجل الكبير سلاح ناحية صاحب الدار وبيقتله، وبعدها بيشيل القناع اللي على وشه وبيطلع إن واحد اسمه توبان، وده واحد من فريق الأربعة الكبار. وبعدها الممرضة بتبتدي تضرب في الدكتور والممرضين، وبعد كده بتاخد ولاعة من بيلور اللي بيطلع أخوها وبترميه ناحية الحرس المسلحين فبتنفجر فيهم. وبعدها توبان بيطلب من الممرضة إنها تنقذ الأطفال، والممرضة دي اسمها ألف واللي برضه تبقى أخته، فبتاخد معاها بيلور وبيروحوا يطلعوا الولاد من الأوضة اللي هما محبوسين فيها. وبعدها بيدخلوا في قتال شرس مع كل اللي موجودين في الدار. وهنا بيتروس قائد الأربعة الكبار بيكلم توبان وبيقول له إن فاضل 15 دقيقة على الميعاد اللي حددوا ليهم علشان ينهوا فيه مهمتهم، وبيطلب منهم يخلص على العصابة كلها. ولما بيحاولوا يخرجوا من الدار بيلاقوا قدامهم مسلحين بيضربوا عليهم نار. وهنا توبان بيتصل بأخوهم الرابع القناص جينغو واللي بيقوم بباقي المهمة وبيخلص على أفراد العصابة اللي باقيين عن طريق الطلقات اللي بيضربها عليهم من سلاحه عن بعد. وبعد ما بيقضوا على العصابة كلها الولد اللي كان محبوس مع بيلور بيسأله انت مين؟ فبيقول له احنا الأربعة الكبار. وبعدها بيوصل بيتروس فبيركبوا معاه العربية وبيسيبوا المكان، وبالليل بيتجمعوا كلهم في المقر بتاعهم وبيشوفوا خبر اكتشاف الشرطة لمقر عصابة تجارة الأعضاء. ووقتها العميد حسن واللي بيكون صاحب بيتروس بيقول للمذيعة إنهم هيقبضوا على اللي عملوا كده لأنهم في النهاية مجرمين زي العصابة بالظبط. وهنا بيقفل بيتروس التلفزيون وبيقول لهم إنه قرر يعتزل علشان ياخد باله من بنته دينا. وبعدها لما توبان بيحاول يقنعه ما يسيبهمش بيقول له إن هم الأربعة ولاده، لكن دينا كمان بنته ومحتاجة له جنبها، والأربعة بيبقوا ولاده بالتبني. ده غير إن المسؤول عن القضية هو حسن صاحب عمره، وبيقول لهم إن بنتي هتتعين في الشرطة بعد كام يوم وانا هفتح فندق برانيس اللي انا كنت بحلم بيه طول عمري. وتاني يوم بتكون دينا مستنيه ابوها في محل التصوير، ولما صاحب المحل بيحاول يتحرش بيها بتكسر له صباعه. وفي طريقهم للبيت بتفضل دينا تساله ايه اللي بيخليه دايما مشغول عنها، فبيتجاهل سؤالها. وبعد كده بيقول لها ان كل حاجه هتبقى احسن من الاول، لكنها بتقول له ان مفيش فايده فيه وبتسيبه وتمشي. وتاني يوم بيستعد علشان يروح حفله تعيينها في الشرطه، ووقتها بيحس ان في حد بره البيت، ولما بيخرج بيلاقي واحد جايب له الورد اللي كان طالبه لبنته فبياخده منه. وهنا اللي بيوصل الورد بيهاجمه فبيحاول ان هو يدافع عن نفسه، لكن اللي بيهاجمه بيكون اسرع منه وبيقدر يخلص عليه. وفي نفس الوقت بتكون دينا مستنيه ابوها يوصل علشان يحضر الحفله اللي هتتعين فيها شرطيه، لكنه ما بيجيش. ووقتها العميد حسن بيطلب منها تركز وبيعرفها ان ابوها اكيد هيجي. ولما توبان بيروح بالليل يزور بيتروس بيلاقيه بيطلع في الروح. ووقتها بتوصل دينا البيت، ولما بتلاقيه جنب جثة أبوها بتفتكر إن هو القاتل فبتهاجمه وبتتسبب له بإصابة في كتفه، لكنه بيقدر يهرب منها من غير ما تشوفه. وبعدها بتفضل تصرخ على أبوها اللي مات. وبعد 3 سنين بنشوف دينا وهي بتتدرب على النشان في مركز الشرطة، ووقتها بتقدر إنها تصيب الهدف أكتر من مرة. وبعدها مديرها بيطلب منها تاخد أجازة علشان تهدي أعصابها فيها، وبيوري لها دعاية الفندق على جزيرة برانيس وبيقول لها إنها ممكن تقضي أجازتها هناك. ولما بترجع لبيتها يومها بتكتشف ان هي وابوها متصورين قدام فندق برانيس اللي موجود في الدعايه اللي اداها لها مديرها. ولما بتقع الصوره على الارض وبروازها بيتكسر بتشوف بقيه الصوره اللي كانت متنيه، فبتشوف 4 ولاد تاني معاهم في الصوره. ولما بتروح للعميد حسن وبتوري له الصوره بيقول لها انهم ممكن يكونوا ولاد القرويين اللي موجودين على الجزيره، لكن دينا بتصمم ان اللي قتل ابوها واحد منهم، وبتقول له ان واحد منهم لابس نفس الطاقيه اللي القاتل كان لابسها. وبتقول للعميد انها هتسافر للجزيره. وبعد كده بنشوف واحده اسمها الو وهي مساعده واحد اسمه انطونيو، وبتكون بتقتل رجال دون رجل الاعمال، واللي بيقول لانطونيو انه وثق فيه وهو خانه. وهنا انطونيو بيقول له في حد يثق في واحد على ظهره وشم عقرب
بيهرب وبعدها بيقتله. وفي نفس الوقت بتوصل دينا لجزيرة بيرسي وبتروح للفندق، وأول ما توبان بيشوفها بيعرفها، وبعدها دينا بتوريله صورة أبوها معاه هو وإخواته وهم صغيرين، وبتسأله إذا كان يعرف الراجل اللي في الصورة أو الولاد اللي معاه، فبينكر إن هو يعرفهم. فبتقوله إنها هتبات هنا لأنه ممكن يفتكر حاجة الصبح ويقولها لها. فبيرد توبان عليها وبيقول لها إنه ما عندوش أوض فاضية، لكنها بتصمم تنزل عنده، فبياخدها الأوضة في الفندق، وبيبقى باين إن محدش نزل فيها من فترة كبيرة. ووقتها بيشوف من الشباك 2 بيقربوا من الفندق، فبيقفل الستارة علشان دينا ما تشوفهمش، وبعدها بينزل للاستقبال. ووقتها بيسألوه على دينا، فبيقول لهم إن هو ما شافهاش، فبيضربوه. فبيشغل توبان مزيكا بصوت عالي، وبعدها بيدخل معاهم في قتال، وبيبقى حريص إن دينا ما تشوفهمش. وبعد كده بتنزل دينا من اوضتها، ووقتها بتشوف صورة ابوها على مكتب توبان، فبتقول له ان اللي في الصورة ده يبقى ابويا. فبيقول لها هو ابويا انا كمان. وبعدها بيطلب منها تخرج بره الفندق تستناه. وبعد ما بيخلص على الاتنين اللي كانوا بيضربوه بيخرج لدينا بره الفندق. ووقتها بتقول له انها عرفت دلوقتي ان ابوها كان دايما بيسيبها لوحدها بسببه. وبعدها بتسأله عن السبب اللي خلاه يفتتح الفندق ده من 3 سنين زي ما هو باين من النتيجة اللي على الحيطة في الفندق. فبيقول لها بدل ما تستجوبيني انا كنتم قدرتوا تلاقوا اللي قتل ابونا، بدل ما تسجلوا الجريمه ضد مجهول وتقفلوا ملف القضيه. ولما توبان بيقول لها ان كلهم زعلانين على موته، بتتاكد انه يعرف بقيه الولاد اللي في الصوره، وبتطلب منه يخليها تقابلهم. فما بيلاقيش قدامه حل غير ان هو ياخدها لجينغو. وقبل ما يدخلوا الكوخ الحب بتاع جينغو بيقول لها انه راجل مميز وناس كتير بتزوره لانه بيعالج الناس من الطاقه السلبيه. وبعدها بنشوف توبان ودينا عند جينغو في الكوخ بتاعه، وبيبقى عنده سائحين اجانب بيعالجهم من الطاقه السلبيه. وبعدها بيغلط في نوع العشب اللي بيحطه لدينا في المشروب بتاعها، واول ما بيشوف البرطمان اللي خد منه العشب اللي اداهولها بيطلب من كل اللي موجودين يخرجوا من الكوخ. وده لان مفعول العشب اللي خدتها دينا بيعمل طفح جلدي على الوش، وبيخلي اللي بيشربه تجيله حاله من العنف والهستيريا وعدم الوعي. ووقتها توبان وجينغو بيخلوها تشرب ميه، وبعدها بيعرفوها ان ابوهم كان بيتبنى الولاد المتميزين في الكونغ فو والرمايه والنشان، وعلشان كده اتبنى توبان اللي بيلعب كونغ فو، وجينغو القناص، وألفا المقاتلة، وبلور المختص باختيار الأسلحة. وهنا بتبتدي دينا تشوف توبان وجينغو وكأنهم حيوانات بسبب تأثير عشب الهلوسة اللي خدته. وفي نفس اللحظة بيدخل بلور وبيوريهم المسدس الذهبي اللي اشتراه. وهنا بتيجي لدينا حالة من الهياج وبتهاجمهم كلهم، فبيرمي جينغو عليها سهام مخدرة فبتفقد الوعي. ولما بتستعيد وعيها بعدها بتشوف توبان وهو بيكتفها في تمثال قدام كوخ جينغو، فبتفضل تصرخ. وبعد كده توبان بيتكلم مع جينغو وبيلور وبيقول لهم انهم لازم يحموها من المسلحين اللي بيطردوها. وفي اللحظه دي بيضرب رجاله انطونيو نار عليهم. ووقتها توبان ما بيلاقيش دينا في المكان اللي كان مكتفها فيه، فبيخرج علشان يدور عليها. وبعدها لما بترفع آله الRPG علشان تقتل بلور وجونغو، انطونيو بيمنعها وبيقول لها انه عايز يشوف قناص فريق الاربعه الكبار جونغو هيقدر يواجهه ولا لا. وهنا بيخرج جونغو من الكوخ، فبيدخل انطونيو معاه في قتال وبيقدر ان هو يغلبه بسهوله. وفي نفس الوقت بيقدر توبان انه ينقذ دينا من واحد كان هيقتلها. وبعدها هما الاتنين بيدخلوا في قتال مع رجاله انطونيو وبيتغلبوا عليهم. ولما توبان بيروح بعدها لانطونيو وهو واخد واحد من رجالته رهينه علشان يجبره يسيب جونغو، انطونيو هو اللي بيقتل الراجل بتاعه بنفسه. وبعدها بيضرب توبان بعنف وبيقول له انا كنت الابن الاكبر لبيتروس، لكنه استبعدني وفضلك عليا انت وفريق الاربعه الكبار مع ان انا احسن منكم كلكم. وقبل ما يقتله بالخناجر بتاعته بيسمع صوت مزيكا جاي من قريب. وهنا بيشوف بلور وهو سايق عربيه صغيره، ودينا بتنزل من العربيه وبتضرب RPG ناحيه كوخ جونغو، وبتنزل القذيفه على انطونيو ورجالته وبتقتل عدد كبير منهم. وفي الوقت ده توبان بياخد جونغو وبيركب العربيه مع بلور ودينا وبيهربوا. وبعد كده بيروحوا لمكان امن، وهناك دينا بتعالج جروح توبان، لكنها وقتها بتشوف اثر الجرح اللي اتسببت له فيه لما كان جنب جثه ابوها، وبتقول له ان هو اللي قتله وبتسيبه وتمشي. فبيروح بلور وراها وبيقول لها ان توبان بيحب ابوهم ومستحيل ان يكون هو القاتل، وبيطلب منها تروح لاختهم ألفا علشان تحكي لها على كل حاجه. وبعد كده بيجي اتصال لانطونيو من واحد بيقول له انه طلب منه يخلص على الاربعه الكبار مش يدمر الجزيره، وبيطلب منه يخلص مهمته بسرعه. وتاني يوم الصبح بيروحوا لألفا على شط البحر، واللي بقت بتشتغل مغنيه للسائحين على الجزيره. وفي نفس الوقت توبان وجونغو بيروحوا لحانه بونجلون، ولما بيقابلوا صاحب الحانه وبيسالوه على انطونيو بيقول لهم ان اسمه انطونيو سورانتو، وانه
من أكبر تجار السلاح في جنوب شرق آسيا، وبيقول لهم إنه لو عايز يقتلهم هيقتلهم. وهنا توبان بيفتكر لما بطرس قال له قبل ما يموت إن اللي قتله هو سورانتو. وبعد كده صاحب الحانة بيديهم ملف فيه معلومات عن فريق الأربعة الكبار، وبيكون فيه ولد اتبناه بطرس قبلهم وهو سورانتو، وبيقول لهم إنه كان الطفل الأول اللي اتبناه بطرس. فبياخد توبان منه الملف، ووقتها صاحب الحانة بيقول له إنه سمع إن رجالة أنطونيوس عرفوا مكان ألفا. وبعد كده بيوصل للجزيرة لينغيكي القاتل المحترف هو وفريقه، وبيكون أنطونيوس في استقبالهم. ووقتها بيقول له إن توبان قتل أخوه، وهو هنا كان يقصد على الشخص اللي كان من رجالته واللي هو قتله بإيده لما توبان هدده علشان يسيب جونغو. وهنا لينغ بيقول له إنه هيقتل توبان علشان ينتقم لأخوه. وبعد كده بنشوف دينا وهي قاعدة مع ألفا بعد ما حكت لها عن الفريق وعن المهمات اللي بطرس كان بيكلفهم بيها. فبتتنرفز دينا على ألفا وبتقول لها إنها مش مصدقة إن أبوها كان قاتل، وألفا هي كمان بتتعصب عليها وبتقول لها إن أبوهم مش قاتل. وفي اللحظة دي بلور بيقرب منهم وبيقول لهم إن رجالة أنطونيو هيهاجموهم، وهنا بيتضرب عليهم نار من رجالته فبيدخلوا معاهم في قتال. ووقتها لينج بيضرب بلور بعنف وبيفقدوا الوعي. وبعدها قالوا بتضرب ألفا ودينا بالار بي جي، وهنا بتفقد دينا وعيها. وبعدها بيوصل توبان وجونغو وبيشيلوا دينا وبيروحوا على اللانش بتاعهم وبيتحركوا بيه. وفي نفس الوقت بيوصل أنطونيو ورجالته للمرسى وبيكون معاهم بولار. فبياخد أنطونيو تليفون بولار وبيكلم توبان وبيقول له إنه هيقتل أخوه لو ما قابلوش في المكان اللي كل حاجة ابتدت فيه. وبعد كده بنشوف بولار وهو متكتف في أوضة من أوض فندق توبان وأنطونيوس بيعذبه. والصبح بيستعد توبان وألفا ودينا وجونغو علشان يروحوا ينقذوا بولار. وبعدها بتقرب عربية من الفندق فرجالة أنطونيو بيضربوا عليها نار، لكنهم بعدها بيكتشفوا إن جواها قنبلة وفي لحظة بتنفجر بيهم. وهنا ألفا ودينا وتوبان بيدخلوا للفندق وبيدور قتال شرس ما بينهم وبين رجالة أنطونيو. فبيطلع توبان مع دينا للدور اللي فوق علشان يدوروا على بولار. وبعد كده بتظهر آلو وبتضرب ألفا بعنف، ووقتها بيدخل جونغو علشان يساعد ألفا. وهنا بتوجه آلو ناحيتهم الار بي جي، لكن جونغو بيرمي ناحيتها سلاحه فبيسد فتحة الار بي جي بالمدفع الرشاش بتاعه، فالار بي جي بينفجر في آلو وبتموت. وفي الدور اللي فوق لينج بيهاجم دينا وبيدور ما بينهم قتال، بس بتقدر دينا في النهاية انها تقتله. وفي نفس الوقت أنطونيو بيهاجم توبان اللي بيدافع عن نفسه، وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما توبان بيتغلب عليه وبيرميه من شباك الأوضة اللي كان محتجز فيها بولار. وبعد كده دينا بتطلع كلبشات وبتقول لتوبان انها هتقبض عليهم وهتكتب تقرير في صالحهم، لكنها بتتفاجئ ان هو اللي بيكلبش ايديها في الشباك. وبعدها بيلبسها طاقية ابوها وبيكون المفتاح متعلق فيها. وبعد كده هو وفريقه الأربعة الكبار بيهربوا من المكان. وبعدها بنعرف ان العقيد حسن هو اللي كان ورا أنطونيو، وبنشوفه وهو بيتكلم مع واحدة بتقوله ان المعركة الحقيقية لسه ما بدأتش. وبعدها بتغرس سيف في صورة توبان. وبكده بيكون خلص فيلم النهارده. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك، ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروة القاضي.